من 10 سنين ل 10 سنين الدولة كتنظم إحصاء عام للسكان بالمغرب، كتجيش فيه آلاف ديال المغاربة يبداو يدوروا في القرى وفي المدن المغربية، زنقة زنقة دار دار، يحسبوا في عدد السكان ويسولوهم على أحوالهم، كيفاش عايشين، السكن، اللغة، الخدمة، أسرة، كيفاش الطموحات والرغبات والأحلام والحاجيات، وكيفاش بغاو البلاد تكون. لا ما كيسولوكش في هادشي، كيسولوك غير في شنو هي أحوالك. وكيبداو السياسيين والاقتصاديين والخبراء والمحللين يناقشوا مضامين التقرير، شنو جا فيه، فين واصلين المغاربه وفين غاديين، وعلى حسب داكشي اللي جا فيه نقولوا وفين غادي يا حمادي. في هذه الحلقه غادي نهضروا على واحد الفقره اللي هي مهمه بزاف، واللي هي الديموغرافيه. لان التقرير جا فيه اننا في المغرب النمو السكاني غادي كيتباطأ، يعني غاديين وكنقصوا. هاد التباطؤ خلى بزاف ديال المغاربه يتسائلوا علاش وشنو هي الاسباب ديالو. هادشي اللي غادي نشوفوا في هاد الحلقه، شنو هي الاسباب، واش هاد التباطؤ مزيان ولا لا، واش الدوله هي اللي كتهدف باش تنقص من عدد السكان بالمغرب، ولا المغاربه هما اللي ما بقاوش بغاو يولدوا. وكما العاده وقبل ما نبداو نقول لكم ما تبخلوش علينا، هادي تهبطوا ديروا واحد جيم، واحد ابوني، وشي كومونتير في هذا الموضوع. المحور الاول من نتائج الاحصائيات كيتكلم على النمو السكاني بالمغرب في العقود الاخيره، وكيبان في المبيان الاول من المحور بوضوح ان معدلات الخصوبه ومعدل الزياده الطبيعيه للسكان بدات في التناقص من 1994 من 1.38 ولات 0.85 2024. هذا الشيء اللي كيبين ان المغرب ومنذ 3 عقود وهو غادي في تباطؤ ديال النمو السكاني. وهذا التباطؤ رجع لمجموعه ديال الاسباب الاجتماعيه والاقتصاديه اللي كان لها تاثير على بنيه المجتمع وانماط الحياه. هذه نشوفوا دابا مجموعه من الاسباب اللي ادت لهذا التباطؤ، واللي مجموعه منها جات واضحه في مجموعه من المبيانات اللي كاينه في هذا التقرير. برنامج تنظيم الاسره. هاد السيدات كيحسوا بالهنا واطمئنان في حياتهم العائليه والمهنيه، لانهم حافظوا على صحتهم وتوازن الاسره ديالهم. كلهم خداو القرار الافضل واختاروا الوسيله اللي توالمهم باش ينظموا الاسره ديالهم. المغرب كان بين الدول اللي بدات في سياسه تنظيم الاسره من زمان، من السبعينات، وكان كيقدم خدمات الصحه الانجابيه وتنظيم الاسره بشكل كبير من خلال المراكز الصحيه والمستشفيات. الهدف من هذا البرنامج كان هو تحقيق التوازن بين السكان والتنميه، مكافحه الفقر وتحسين جوده الحياه، التنميه المستدامه، تعزيز دور المراه، تحسين دور التعليم. كما كنشوفوا في هذا المبيان، المغرب في العقود الماضيه دار مجهودات كبيره لتحسين قطاع التعليم باش يطور التنميه البشريه ويقلل الفوارق بين المناطق الحضريه والقرويه. هذه بعض الارقام والاحصائيات اللي كتعكس هذا المجهود. رفع عدد المؤسسات التعليميه الى 12300، منها 6888 في الوسط القروي. تطور عدد الداخليات الى 1103 داخليه، منها 730 في الوسط القروي. تطور النقل المدرسي وعدد المستفيدين منه اللي وصل ل 530748. تطور عدد المدرسين الى 288000، 47% منهم كاينين في الوسط القروي. هاد الجهود ديال تحسين التعليم ساهمت في رفع معدلات ديال التعليم خاصه عند الفتيات، الشيء اللي خلاهم يتاخروا على الزواج، وبذلك كتقلص معدلات الخصوبه. ثالثا، تطور في الخدمات الصحيه. المجهودات ديال المغرب في تحسين الخدمات الصحيه وتقليل معدلات وفاه الرضع والامهات خلات الناس ما يحتاجوش انهم يولدوا عدد كبير من الاطفال كضمان اجتماعي. تحسن الوضع الصحي بزاف، وهذا التحسن كان ظاهر في مؤشرات صحه الامهات والاطفال، بالاضافه لاطلاق مبادرات لتعميق الحمايه الاجتماعيه. نشوفوا جميع بعض الارقام اللي كتعكس هذا التطور في الخدمات الصحيه. انخفاض معدل وفاه الاطفال ذو السن الخامسه بنسبه 67%، انخفاض معدل وفاه الامهات بنسبه 70%، ارتفاع نسبه النساء اللي كيستعملوا خدمات تنظيم الاسره الى 67%، ارتفاع نسبه استعمال وسائل منع الحمل الى 67%، ارتفاع سن الزواج 2024 الرجال وصل سن معدل الزواج 31 سنه،
وبالنسبة للنساء 25 سنة، بعد ما كان بالنسبة للرجال 24 سنة، وبالنسبة للنساء 17 سنة في 1960. الرابعة ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن. 2014 كانت تكاليف المعيشة مستقرة، حيث كان معدل التضخم هو حوالي 0.4%، وما كانش أسعار المواد الأساسية كتزيد بشكل كبير. لكن في 2024 ارتفعت تكاليف المعيشة بزاف، حيث وصل التضخم السنوي لبعض الأشهر 4.9%. مثلا أسعار المواد الغذائية تزادت ب 4.3% في يناير 2024، الشيء اللي زاد عبء مادي على الأسر المغربية. هذا التغير كيبين التحولات الاقتصادية اللي وقعت للمغاربة في العقود الأخيرة، بحال تأثير الأزمات العالمية والتغيرات المحلية على القدرة الشرائية ديال المواطنين. البطالة جاء في مبيانات ديال هذا التقرير أن البطالة أيضا كان لها دور ومساهمة في التباطؤ السكاني اللي غادي نشوفوه في هذه المبيانات. 2014 كان معدل البطالة في المغرب حوالي 9.9%، وكانوا الفرص الاقتصادية مستقرة بشكل نسبي، ولكن في 2024 وصل معدل البطالة ل 21.3%. زيادة البطالة كدير نقص في الدخل الإجمالي للأسر، وهذا الشيء كيخلي الناس يعانيوا من ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، ويصعب عليهم تلبية احتياجاتهم الأساسية. يعني البطالة زادت العبء الاقتصادي على المواطنين. سادسا التحضر. مع انتقال السكان من القرية إلى المدينة تغيرت أنماط الحياة، والمبيان اللي جا في هذا التقرير بهذا الخصوص بين أن هناك تسارع في وتيرة التحضر في العقدين الأخيرين، حيث ارتفعت نسبة سكان المدن من 55% في 2004 إلى 64% في 2024. هذا التحول كيعكس انتقال الناس من القرى للمدن باش يلقاو فرص عمل أفضل وخدمات اجتماعية متطورة. هذه الظاهرة ديال الهجرة من القرى إلى المدن دار ضغط في المدن، لأن فرص الشغل مبقاش بزاف متوفرة نظرا للوفرة السكانية، إضافة أن تكاليف السكن ولات مرتفعة. زاد تكاليف السكن ب 40% تقريبا في السنوات الأخيرة، وهذا الشيء من بين الأمور اللي ولات كتعقد مسألة الزواج. هذه الأسباب كاملة إضافة إلى إرادة الدولة المغربية خفض عدد السكان في المغرب عبر برنامج تنظيم الأسرة، كتخلينا أيضا كنتسائلوا واش هذه السياسة الاقتصادية والاجتماعية مازال خدامة، واش عندها إيجابيات واش عندها سلبيات. روبرت مالطوس هو اقتصادي اجتماعي إنجليزي عاش في القرن 18. هذا السيد قال أن السكان كيتزادوا بسرعة خيالية بينما الموارد كتنمو ببطء، وهذا الشيء كيسبب الفقر والجوع. مالطوس اقترح حلول بحال تأخير الزواج وضبط الإنجاب باش يتوازنوا السكان مع الموارد. أفكاره رغم الجدل الكبير اللي دارت بقات مصدر إلهام لسياسة تنظيم الأسرة اللي تبناتها بزاف ديال الدول بما فيها المغرب لتحقيق التنمية والرفاهية. في العهد ديال مالطوس ما كانتش هاد الإمكانيات اللي كاينه دروك، الإمكانيات الإنتاجية والمتقدمة اللي كاينه حاليا، لذلك هو اعتمد سياسة نقص من عدد السكان باش يواجهوا في ذاك العهد النقص في الموارد. التباطؤ الديموغرافي ظاهرة كتعكس تحولات عميقة في المجتمع، وهذا التباطؤ سيف ذو حدين، عنده إيجابيات اللي كتفتح آفاق جديدة، كما أنه عنده سلبيات اللي كطرح تحديات. ونشوفوا جميع دابا ما هي الإيجابيات والسلبيات ديال هذا التباطؤ الديموغرافي. الإيجابيات هي تحسين جودة الحياة. مع نقص عدد ديال السكان الموارد كتولي موزعة بشكل أفضل، وهذا الشيء كيؤدي لتحسين الخدمات الاجتماعية بحال الصحة والتعليم. تقليل الضغط على البيئة. انخفاض النمو السكاني كيساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الاستنزاف البيئي. تسهيل التخطيط الاقتصادي. مع تباطؤ النمو الدول كتحصل على فرص تحسين السياسات الاقتصادية وتنظيم التنمية بشكل أكثر استدامة. السلبيات شيخوخة السكان. مع الوقت غادي يتزاد عدد كبار السن، وهذا كيدير ضغط على أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية. نقص في اليد العاملة. انخفاض عدد الشباب كيسبب مشاكل في الاقتصاد، خصوصا في قطاعات الإنتاج اللي كتحتاج طاقات بشرية كبيرة. تباطؤ النمو الاقتصادي. مع قلة السكان النشيطين غادي يقل الطلب على السلع والخدمات، وهذا الشيء كيأثر على السوق والاقتصاد بشكل عام. في النهاية التباطؤ الديموغرافي ماشي غير رقم كيتسجل في التقارير، إنما هو قصة تغير مجتمع بين تحديات المستقبل وفرص جديدة. واش غادي يكون هذا التباطؤ فرصة نحو التقدم
والرفاهية، أو غادي يشكل عقبة غادي تحتاج إرادة قوية باش نتجاوزوها؟ الجواب كيبقى بين يدينا كأفراد وكدولة، باش نحددوا الطريق اللي غادي نسلكوها في هذه التحولات الكبيرة.